مسلسل لعبة وقلب الجد ملوش أي علاقة بنسبة 1% بالنسبة لأي ألعاب، بالرغم إن هو بيحكي عن قصة لعبة وتأثيرها في المجتمع. وعايز أبشرك وأقولك إن في دول كنسلت أو لغت أو حجبت اللعبة دي من البلد بتاعتها نهائي. وعايز أقولك برضو إن في ناس أنا أعرفها معرفة شخصية، وأنا واثق إن أنتوا كمان تعرفوهم معرفة شخصية، عندهم أطفال بيلعبوا اللعبة دي. عايزين نشكر مسلسل لام شمسية اللي خلى توجه المسلسلات المصرية يروح في حتة مختلفة، ان المسلسلات بقت تناقش قضايا بواقعية، مش بتناقش قضايا او افكار او فكرة دراما او حدث او قصة خيالية، لا بقت بتناقش الحدث بزيادة عن اللزوم. وشفنا الكلام ده في اعمال كتير قوي. هكلمك النهاردة عن تقييم المسلسل بعد ما اتفرجت على اول 3 حلقات منه، وهحللك الشخصيات واللعبة النفسية واقتنعت بيها ولا ما اقتنعتش بيها، والمسلسل ده ياخد كام من 10، وهوضح لك الشخصيات والاخراج والتصوير والمونتاج، وهوضح لك برضو الرسالة اللي المسلسل ده عايز يوصلها لنا. في ايدك سريعا كده على اللايك وزرار السبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. حلو قوي فكرة ان انا ممكن اتفرج على مسلسل وانا قاعد مع ابني او قاعد مع بنتي، بنتفرج على عمل ينفع نتفرج عليه مع بعض. وكمان هتبقى قاعد كأب او هتبقى قاعدة كأم بتتفرجي على المسلسل وبتشوفي رياكشن وش ابنك في المشاهد وهي بتحصل، في ردود الافعال بتاعت الاطفال وهي بتحصل. انت هتبدأي في المسلسل ده تكتشفوا شخصيات لأطفالكم انتوا ما كنتوش على وعي بيها قبل كده. وده من الحاجات اللي مشجعني ان انا اكمل المسلسل، لواقعية الأطفال، واقعية المشاهد، واقعية الأحداث والظروف بتاعت كل أسرة ظاهر فيها الأحداث أو ظاهر فيها الفكرة والرسالة اللي المسلسل ده بيناقشها. أنا مش هحرق لك أحداث ليه؟ لأن أنا عايزك تستمتع وعايزك تستفيد وعايزك تخش في التجربة وتفهم دماغ طفلك بالتفصيل. عايز اقول لك ان هو بس مش قايل لك انت هتبقى فاهم دماغ طفلك بس، لا ده انت كمان هتعرف ابنك فهمك بأني درجة، ابنك على وعي بايه، ابنك ممكن يكون بيعمل ايه من وراك. واساس المسلسل وفكرته اللي بتتمحور عليها كل الاحداث هي لعبة روبلوكس والجهل بالتكنولوجيا وفكرة الهاكر. تسلسل الاحداث هنا بيدور حوالين لعبة روبلوكس. لعبة روبلوكس دي مشهورة جدا عند اطفال كتير. وعايز اقول لك هو مش بيوضح لك اللعبة، هو بيوضح لك الجانب السلبي للعبة اللي خلى بلاد زي روسيا وقطر والعراق والجزائر والصين وكوريا الشمالية والاردن كل دول منعوها نهائي، والكويت والامارات كانوا منعينها ولكن رجعوا شغلوها تاني ولكن بقيود معينه. طب ايه الاسباب بتاعت حظر اللعبه دي في البلاد دي؟ اولا مخاوف تتعلق بسلامه الاطفال وتعرضهم للتعامل مع شخصيات غير سويه نفسيا. 2 مطالبات مجتمعيه لحمايه القيم الاخلاقيه. اما ثالثا فعشان اللعبه بتخالف قوانين خاصه بالرقابه على الانترنت في بعض الدول. المسلسل ده تاليف 4 مؤلفين، علاء حسن ونسمة سمير وهبة رجب وهدير الشريف، واخراج حاتم محمود. اما بقى في طاقم العمل انا انبهرت قوي باحمد زاهر، عجبني قوي شخصيته اللي هو بيتكلم فيها كروائي قبل الاحداث ما تبدا وقبل المشاهد ما تبدا، عشان يشرح لك ويفهمك الاحداث بتاعت المسلسل بتدور على ايه. انا اول مره انا ما كنتش اتخيل اصلا ان احمد زاهر في الحته دي ممكن يكون هيبدع. لا انا بامانه اتاثرت بيه ولاقي عليه دور البابا قوي، يعني انت بابا في نفسك كده، والاحداث وعلاقتك مع الاولاد والاطفال. برضو في نقطة اللي هي بتاعت هروب الناس من اسئلة اولادهم، لا احنا لازم نفهمهم كل حاجة بدل ما يعرفوا المعلومات دي من طريقة مثلا زي شات جي بي تي او طريقة غير موثوقة، او يسألوا اصدقائهم على النت ايا كانت ثقافتهم، ممكن حاجة حلال عندنا حرام عندهم او حرام عندنا حلال عندهم، مش انت ما تفهمش. فالافضل ان اي طفل يسأل ابوه اي سؤال لازم يتجاوب ويشرح له الموضوع بالتفصيل، فده بيخلي الطفل عنده ادراك ووعي كبير قوي بالمجتمع والاحداث اللي بتدور حواليه. اما اداء ريان مراته فهو حرفيا مبدعه. ايه الكلام ده؟ عندك الاستاذ حنان سليمان امه بقى، دي تيتا، دي بتحافظ على ابنها، عندها ولاء لابنها، بتضحي عشان ابنها، يا ابني اجيب لك مش عارف ايه بعولك تمشي ظروفك وتمشي دنيتك. الحته بتاعت الام والابن لما بيقول لها مش بحرق لك احداث، ولكن بيقول لها تعملي نفسك نسايه يا ماما ولا اطلق مراتي، انت فاهم حاجه؟ قالت له لا نساء، لا اطلق مراتي، قالت له لا انا بنسى اصلا. المشهد ده بجد
ام وابن هزار نقاش حلو، عجبني قوي الفكره وعجبني قوي الحوار والمشهد والاضاءه الهاديه بتاعت البيت المصري. كلام جميل قوي في كل تفصيله من الاخراج في العمل ده كان اداء بقى احمد زاهر ومراته وامه وبتاع والناس اللي هي الاسره المتوسطه، الراجل اللي بيكافح وشغال وعايز نفس الوقت ان هو يطور ويزود دخله، فبيشتغل اوبر وهو رايح الشغل وهو جاي من الشغل، وبيتعرض لمواقف كوميديه وهو شغال الشغلانه بتاعت اوبر ديت. في مواقف جدية قوي، في مواقف قفشة قوي. انا عجبني قوي التوضيح بتاع الاسرة دي. وفي المسلسل برضه هو مش جايب لك الظروف بتاعت الاسرة المتوسطة اللي عندهم اطفال بيلعبوا او بيتسحلوا في الحتة دي، لا جايب لك برضه الاسرة الغنية جدا. جايب لك عمر الشاوي ودنيا المصري اللي ابنهم عمر الشريف. عمر الشريف ده يا جدعان اجمد ممثل طفل او اجمد ممثل صاعد هيحصل في تاريخ التمثيل او الدراما او الاعمال المصريه بشكل كامل. عمر شريف احنا شفناه في تحت الوصايه قدم دور رهيب. اقول لك على حاجه، اتفرج عليه بقى المره دي في تنوع. الواد ده صايع قوي، مبدع، بيعرف يمثل، بيعرف يطلع المشاهد. نظره عينيه بتتكلم، نظره عينيه بتشرح الموقف. يعني ابوه يقرا حاجه بالليل ويقول له يا ابني انا عايزك تنجح وتبقى يا عم ما تقرفنيش، وياخد ابوه على قد عقله ويشتغل ابوه. عامل فيها الواد الصايع والشبح والحلو وتفضل يا رايق وبتاع، وهو في نفس الوقت قدام ابوه هو الواد الخجول والواد المثالي. اصلا ابوه عايش في حته المثاليه شويه، المثاليه اللي هو ان انت راجل كل حاجه عنده ماشيه بالمسطره، الاكل بميعاد ونظام، الشغل بميعاد ونظام، مراته ليها سيستم وحياه، هم ليهم لبس معين، كل حاجه مظبوطه. حتى الكلام ده بان وظهر اكتر لما كان بيعمل انترفيو للموظفه والموظف في الشركه عنده قبل ما يعينهم. ففي حوار برضه هيدور ورا الموظفه ديت، وانا واثق، انا بقول لك الحلقه الثالثه انه هيتجوز الموظفه دي عرفي. الحته السكره بقى اللي في المسلسل، شفت انت لما بتبقى عامل طبق حلويات ايه اللي بيديله الفينش، ايه اللي بيديله التاتش؟ شويه المكسرات اللي على الوش دول، هم دول. رحمه احمد يا معلم عامله حته دور جبار. بالاضافه انا فخور محمد حلمي، انت يعني انك توصل لخش في الدراما بالطريقه ديت ويبقى ليك دور قوي حرفيا. انت ما كنتش متوقع، بس انا قلت انت هخش اتفرج مش هحسك قوي. انت جامد قوي، انت واقعي بجد، انت متجاوب مع رحمه وفي نفس الوقت الشخص المسحول اللي نفسه البيعه تتم عشان يبدا يسدد التزاماته، الشخص اللي ده انت مصري ومؤدي دور الاب والزوج والمسؤول المصري. فده عجب محمد حلمي، شابوه 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 شابوه. انت خلفت توقعاتي. عايز اقول لك انت اصلا من الاسباب اللي هتخلي المسلسل ده ياخد 2 بوينت زياده، هتاخد نجمتين مش نجمه واحده. ادائك مع ابنك وعلاقاته والبت البوتاجاز، انا والله العظيم نفسي احكي لكم احداث المسلسل بالتفصيل، ولكن مش عايز احرقها عليكم عشان بجد كل حلقه فيها استفاده جامده جدا. اما الاطفال بقى، ايه الاداء ده؟ ما شاء الله مختارين الاطفال كلهم على مستوى. يعني انا مثلا قلت منى احمد زاهر هتبقى في المسلسل، فالمسلسل مش هيبقى حلو، وبقى ابوها ومش ابوها وهيبقى ليها لا البت مالهاش علاقه بابوها، البت مالهاش علاقه بشخصيه ابوها وليها شخصيه مختلفه في المسلسل، برغم ان هي مالهاش دور قوي يعني. ولكن ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه المشاهد اللي تخلي الواحد انت قلبك كان والله العظيم قلبي كان بيدق انا بتفرج على حته اللي هو الواد لما راح سرق الحصاله من اخته. سرقها ليه؟ هتعرف في المسلسل سرقها ليه وامتى وايه اللي خلاني ابقى متضامن ومتعاطف مع الواد وخايف على خوفه. الحته دي عشان كده في اول حلقه انا شكرت لك في مسلسل لام شمسيه ومنتهى الصلاحيه. الاتنين دول كانوا بدايه مناقشه قضايا بتواجه المجتمع بطريقه صريحه. شفنا الكلام ده في كارثه طبيعيه، شفنا الكلام ده في ورده وشوكولاته، شفنا الكلام ده في لا ترد ولا تستبدل، شفنا الكلام ده في مسلسل 100 ترم، وبنشوفه دلوقتي في مسلسل لعبه وقلب الجد. وراهنك ان حوالي مثلا 60-70% من مسلسلات رمضان 26 هتدور احداثها وفكرتها حوالين مناقشه قضايا عامه وبشكل صريح وبكل وضوح وشفافيه. ده اللي بنتمناه والهدف اصلا من فكره الدراما بشكل عام. المسلسل لحد دلوقتي ياخد 9 من 10 على اداء الممثلين والكاست وفكره وتاليف والمشاهد وواقعيه الاطفال
ودورهم وادائهم والحماس والتأثير اللي انت بتحسه، وفكرة ان انت ينفع تتفرج عليه وانت قاعد مع اولادك، كل ده يديله 9/10. نكمل المسلسل، هنكمله كده كده، هو 10 حلقات وكل حلقة فيها احداث كتير، منها الدراما ومنها الكوميدي، منها الاكشن، منها الصعبانيات، منها الحياة الزوجية، منها الحياة الاسرية. حاجات كتير قوي بتحصل في نفس الحلقة. 4 مؤلفين مع مخرج مع شوية نجوم بالعظمة دي وشوية اطفال، يعني هم دول بقى، هم دول نجوم المستقبل. مفيش واحد، حتى الواد ابن رحمة دمه مسخرة خفيف. اقول لكم على افيه كده قالوا في المسلسل، لما بيقول لها ماما البيتزا ديت وانا جايبها من الصاله لحد الاوضه كلت نصها، قالت له ليه كده؟ قال لها ماما كانت الكرتونه كانت تقيله. تخيل بقى رحمه وقامت رازعاه بالبتاعه. كوميديا كوميديا حلوه، انا مبسوط. استنوني بقى لما المسلسل يخلص، هحرق لكم الاحداث واقول لكم كل التفاصيل بتاعته ونعمل لكم المراجعه النهائيه. انا اسلام الدولي، ما تنساش تعمل لايك والسبسكرايب. سلام.